إنه أشهر حلاق مسلم في عالم كرة القدم، يقص شعر معظم اللاعبين ويمازحهم بمقالب لا تنتهي ولا أحد ينجو منها. في إحدى المرات أحضر مشطا عملاقا ليقص شعر عمر مرموش، فرفض مرموش وهو يضحك، لكن جريليتش جعله يقص شعره بالمشط العملاق من دون أن ينتبه. وعندما اكتشف الأمر انفجر جون تيري ضاحكا، ثم غضب وأمسك بالمشط وضربه به. بعض النجوم تقبلوا مقالب هذا الحلاق، والبعض الآخر لم يتحمل. أخطر مزحة قام بها كانت بالصدفة. هازارد ضحك في البداية ثم غضب، أما بوغبا ففوجئ وألقاه بعيدا قائلا: ما بك؟ جاكسون ضحك كثيرا، لكن الحلاق لم يعد بعدها. لقد حلق شعر مبابي مرتين ثم توقف الأخير عن المجيء. غضب الحلاق وانتقده في فيديوهاته، حتى إنه قال إنه أفضل منه ومن هازارد، كما لعب مباراة مع هازارد وأجبره على أن يقول بسم الله قبل البداية، وهازارد قالها فعلا. لكن تبقى أعظم لحظاته عندما حلق شعر كانتي، وكانت الأصعب